سمعت قبل كده عن الرموز المسيانية؟ لأ، أنا عارف إنك لأ. الرموز المسيانية دي عبارة عن شخصيات وعناصر في العهد القديم، تعتبر بمثابة تهيئة لمجيء السيد المسيح في العهد الجديد. من الرموز المسيانية في العهد القديم احنا عندنا آدم بيمثل رأس البشرية، حيث جاء السيد المسيح ليعيد موافقة الإنسان نتيجة السقوط. وعندنا إبراهيم بيمثل الإيمان بالذات في القصة بتاعت ابنه إسحاق لما قدمه لربنا، طبعا دي اللي بتعكس تضحية المسيح لينا. أما بقى لخروف الفصح فيعتبر تجسيدا للسيد المسيح، حيث تم ذبحه لتحرير الشعب من العبودية مثلما فدى المسيح البشرية. موسى هنا بيرمز للمنقذ، لأنه قاد بني إسرائيل للخروج من مصر، مما يشبه دور المسيح في تحرير البشرية من الخطية. داود وجمال داود هنا بيمثل الملك المسياني، ويعتبر المسيح ابن داود اللي يملك على قلوب البشر. يوسف بقى الشاب الصغير بيرمز هنا للغفران، لأنه أنقذ عيلته من المجاعة كما فعل المسيح مع البشرية. عندنا بقى المحرقة بتشير إلى تقديم المسيح نفسه كذبيحة من أجلنا احنا البشر. الرموز دي بتبين إزاي الشخصيات والأحداث في العهد القديم بتشير إلى مجيء السيد المسيح وتحققه في العهد الجديد. في بقى حاجة مهمة جدا، لو انت مش مشترك في القناة سبسكرايبك الجميل، لو عملتش لايكك الجميل،